الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا غامرت في شرف المروم فلا تطمع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. عمرك سألت نفسك إحنا ليه بنفشل؟ الفيديو ده مش مهم تسمعه علشان مش هقولك سر يغير حياتك في 30 ثانية أو سر يخليك مليونير في أسبوع. طب تعالى نرجع للسؤال اللي احنا سألناه، احنا ليه بنفشل ويعني ايه فشل أصلا؟ طب موضوع تطوير الذات والتنمية البشرية المنتشر الفترة الأخيرة ده، هل فعلا ده علم ممكن نستفيد بيه ويغير حياتنا فعلا، ولا هو وهم الناس بتبيعه لنا واحنا اشتريناه وممكن يدمر حياتنا ويسبب لنا اكتئاب وحزن وتشتت؟ يعني ايه نجاح وايه معاييره وايه اسرار النجاح؟ هل فعلا للنجاح اسرار زي ما هم بيقولوا، ولا ده كله كلام في الهوا وخلاص؟ صراحة في اسئلة كتير جدا في دماغي ملهاش اجابات ومحتاجة اجابات، ومن هنا هتبدأ الرحلة باذن الله. معاكم عماد حامد ودي قناة الرحلة. ليه سميتها الرحلة؟ لان في غموض كبير جدا منتشر في حياتنا محتاجين نكتشفه مع بعض. هل فعلا احنا نقدر نتغير ونحقق نجاحات في حياتنا، ولا ده صعب ومفيش حاجة اسمها تغيير اصلا، ودي عبارة عن مواهب ربنا بيكون من على ناس معينة مننا، ومفيش حاجة اسمها تغيير ولا حد يقدر يغير في عقليته وفي جسمه وفي شكله ولا في الحاجات دي كلها، او في امكانياته اقصد؟ وهل فعلا في حاجة اسمها تطوير ذات، ولا دي ناس بتضحك علينا وبتطلع تبيع لنا الوهم وتقول اي كلام علشان احنا نتبعها ونسمع كلامها، وفي الاخر مفيش حاجة بتحصل، مفيش حاجة بتتغير في حياتنا؟ أنا شخص بحب التعلم، حاولت أتعلم حاجات كتير في أوقات مختلفة ولكن ما بتظبطش معايا، فعلشان كده أنا مهتم جدا أعرف هل للنجاح فعلا أسرار زي ما هم بيقولوا ولا كل وهم؟ أيا كان مفهوم النجاح بالنسبة لك، سواء كان نجاح دراسي أو نجاح مالي أو نجاح أسري، هعمل زوم على المشاكل اللي ممكن تواجهنا وإزاي ممكن نلاقي لها حلول تكون سهلة وبسيطة وكمان عملية، مش أي كلام وخلاص. الجميل في الموضوع إن مفيش حد هنا هيقول لك أي كلام وخلاص أو يبيع لك الوهم. هنا شخص زيه زيك أو شاب زيه زيك بيحاول بيعافر بيجرب حاجات مختلفة، وإن شاء الله أشاركها معاكم. فيلا بينا نجرب ونغلط ونحاول ونتعلم أكتر وأكتر. عايزك تجهز الرحال اللي جواك وخليك فاكر إن كل يوم هو جزء من الرحلة، وكل معلومة جديدة بتعرفها بتساعدك لفهم مشاعرك أو سلوك معين أنت بتعمله أو صفة معينة فيك، فهي جزء من الرحلة. وخليك فاكر برضو إن إحنا هنا علشان نساعد بعض، فما تنساش تعمل لي لايك وكومنت واشتراك جميل. والسلام ختام.